من موافقة شيخنا أبو كمال، وسحب عليه تعريف الخطابي رحمه الله جل وعلا. وإذا قلت تعريف الخطابي، فأنا في هذا المورد يعني أتكلم عن الحسن، وقد حدث اضطراب كثير في تعريف معناه. فقد قال الخطابي: هو ما عرف مخرجه. وكلمة عرف مخرجه كأنه يشير إلى ما ذكره ابن تيمية على أن المقصود بهذا الأمر معرفة مخرج الحديث، يعني هل خرج من أهل الكوفة من أهل المدينة، فكأنه يشير إلى هذا المعنى. قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، كانوا مشهورين، وكأنه يريد بمعنى الصدق، ولكنه كما سبقنا أو ذكرنا قبل ذلك بأنهم خف شأنهم في الضبط. وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء. فاشتهر رجاله بالضبط الخفيف. قال البغوي: أكثر أحكام السنة أو أحكام العمل ثبوتها بطريق حسن، يعني يشير إلى هذا المعنى المراد. أما تعريف أبو عيسى الترمذي في العلل رحمه الله جل وعلا، قال أنه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا يكون شديد الضعف بصورة وجد في إسناده من ذكر بالكذب واتهم بالكذب وثبت عليه الكذب شاذا، يعني مخالف للحديث الصحيح أو الوارد عن من هو أوثق منه. ويروى من غير وجه. يبقى في هذا التعريف لو سألت الفضلاء فقلت لكم بهذا التعريف يقصد الحديث الحسن لذاته أم الحديث الحسن لغيره؟ بقوله هذا: ويروى من غير وجه، بهذا المعنى على حسب ما تقدم من كلام، هل يفيد الحديث الحسن لذاته أم الحديث الحسن لغيره؟ هل يعني حد من الإخوة عنده يعني إجابة على هذا أو استنباط لهذا المعنى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ. الله الفاضل كرمك الله. تفضل يا سيدي. كأنه يكون حسنا لذاته. لماذا؟ حسنا لذاته، لأن في إسناد لا يوجد من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا مثلا، هنا حفظكم ويروى الله من غير لما وجه. يقول ليس في إسناد من اتهم بالكذب، كأنه أشار إلى ضعفه، والحسن نعم لذاته ليس ضعيفا. نعم. خد بال فضيلته؟ حسن فهو شيخنا، هنا حسن لغيره. الحسن لذاته حسن ليس فيه لغيره ضعف. كيف يكون إذا؟ هنا أشار الحسن لغيره. لماذا أيها الفاضل؟ لأنه قال يروى من غير وجه، وفي مقدم الكلام قال في إسناده ليس هناك من يتهم بالكذب فيه، فكأنه ليس يتهم بالكذب. يعني ممكن يكون في مدلس، ممكن يكون في متهم بسوء الحفظ، ممكن. نعم فإذا كان اتهم بسوء الحفظ أو اتهم بالتدليس أو بغير ذلك من الإرسال، فهو ضعيف، لكنه من الضعيف الذي ينجبر ويرقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن. والضعيف الذي رقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن، فهذا هو الحسن لغيره. فكأنه نعم. شرح هنا. يعني تعريف آه. تعريف أبو عيسى الترمذي على هذا النحو يكون حسنا لغيره. أحسن، كأنه يشير نعم. إلى الحسن لغيره، أو هذا القسم المراد يعني. وتعريف نعم. الخطابي. وتعريف الخطابي يشير إلى هذا المعنى أيضا من قوله: ما عرف مخرجه، لو حملناه على المعنى الأول الذي ملنا إليه. أما لو نعم حمل على المعنى الآخر شيخنا، الذي قاله إذا شيخنا ابن عثيمين: ما هو الحسن لذاته على هذا؟ الحسن الذات الذي يرويه عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهى. نعم نعم نعم، بارك الله فيك، سوف أدون هذه المعلومة. نعم، بارك ربنا الله فيك. يحفظكم منه.
نعم. شكرا. أما الذي هو في شأنه ضعيف ثم ارتقى لدرجة الحسن، يعني بمجموع طرقه ومتابعاته وشواهده ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن، بحيث لا يكون الضعف شديدا. أما من كان في رواته متهما بكذب فهذا لا يرقى بحال من الأحوال إلى درجة الحسن. وبهذا يقال أن الإمام الفاضل السيوطي بأنه لما يعني بعض الأحاديث المناكير أو الموضوعة رقاها لدرجة الحسن في بعض الأمور، فهذا مما يرد عليه رحمه الله جل وعلا ورضي الله عنه. فهو من فاضل الأبزاز، لكن لكل عالم كبوة. ونسأل الله عز وجل أن يرحم وأن يحفظ، أن يرحم جميع علمائنا الذين توفاهم الله جل وعلا، وأن يحفظ الباقين الأحياء، اللهم آمين. قال ابن الجوزي: وهو الذي فيه ضعف قريب محتمل. كأنه أيضا مال إلى ما قاله الترمذي رحمه الله جل وعلا، لأنه قال ضعف قريب محتمل ليس بمنضبط، يعني بهذا المعنى يميل إلى الحديث الضعيف الذي حسن بمدار طرقه ومتابعته، ولذلك فهذا هو الحديث الحسن لغيره. أما غيره فهو حديث حسن لذاته، يعني رواه العدل خفيف الضبط عن غيره من أول السند إلى منتهى. قال ابن الصلاح، وهو يعني زبدة المحدثين في هذا الأمر، فقد جمع الأمر وبين لنا القسمين الخاصين بالحديث الحسن، فقال وهو قسمان: أحدهما بعد جمع للتعاريف السابقة قال هو قسمان، يعني تنزل الأمر عند أهل العلماء أهل الحديث الفضلاء إلى أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين. الأول أحدهم ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته لرواية الأحاديث، ولذلك أيها الفضلاء هذا ما يقال في حقه: لا يحسن التفرد منه بالحديث. لا يحسن التفرد منه بالإيه؟ بالحديث. يعني ما ينفعش واحد في هذا المقام يكون مستور الحال ضعيف الحفظ أو غيره ينفع أن هو ينفرد عن بقية العلماء بحديث، وهذا يحكم عليه بالنكارة مباشرة. إنما لو ينفع أن هو ينفرد بحديث، هذا هو الحديث الحسن لذاته. وهذا أيضا يعني كأنه ضابط آخر للتفريق ما بين الحسن والحسن لذاته والحسن لغيره، حتى تنضبط المسألة في أذهان إخواننا الفضلاء. قال ابن الصلاح: وهو قسمان: أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته في العدالة وليس مغفلا كثير الخطأ. يبقى هذا ما ذكرناه أنه فيه ضعف ما، إما من جهة الحفظ وإما من جهة الضبط، ولا ظهر منه سبب مفسق، يعني كان يكون فيه شيء من الفسق أو المجاهرة به. فأما من تعمد الكذب فهذا لا يذكر بمثل هذا، وإنما حديثه مردود ولا يقبل بأي وضع من الأوضاع، ولا يستشهد به في طرق، ولا يقوي حديثا آخر جاء على نفس لفظه، وإنما يكون في غاية الضعف ولا يقبل هذا الحديث مطلقا. لماذا؟ لأنه جاء من رواية الكذاب، والكذاب لا مجال له. فإن صح أيها الفضلاء، وهذه قاعدة تأخذها في حياتك، إن صح على رجل كاذب ما فلا يقبل منه قوله بحال من الأحوال، لأنه إذا تجرأ بالكذب على الله ورسوله فليس فيه خير، أو بالكذب على الناس فليس فيه خير، لأن الكذب على جميع مواطنه ومناطاته بغيض عند الله سبحانه وتعالى. فقال: أما الأول ما ذكرناه، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. يبقى هذا الكلام لابن الصلاح بيتنزل على الحديث الصحيح الحسن لغيره. طيب القول الثاني، وهو يقصد القسم الثاني، أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح. هذا الراوي الثاني أو القسم الثاني، وهو أولى أن يعزى بالأول، يعني يقال فيه الأول لأنه هو موضع الاستشهاد بالحديث، وهو المقبول الأصلي عند أهل الحديث أن يكون الحديث حسنا بذاته. لكن على ترتيب ابن صلاح ذكر أن الثاني راويه مشهور بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان. واسمع إلى هذه الجملة الجميلة التي بينت معناها فيما سبق:
وهو يقول وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. يعني معنى هذا الكلام أن ما قصده في البند الأول وفي القسم الأول أن من تفرد برواية الحديث ولم يأتي طريق آخر يعضد طريقه فهذا منكر الحديث لا يقبل حديث، على ما بينته سالفا. وأرجو أن يكون هذا المعنى واضح، فهو ضابط قوي في هذه المسألة، ضابط قوي في هذه المسألة في التفريق بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. لكن تأتينا مسألة هنا يعني قد تلفت، نحن نقسم الحسن لذاته والحسن لغيره، فهل حالهما واحد في درجة الاحتجاج؟ نعم، عند أهل العلم باتفاق أن الحسن لذاته كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان هناك خلاف في الحسن لغيره، لكن لما صار حسنا صار في قوة الاحتجاج، لكنه دون قوة الصحيح ودون قوة الحسن لذاته، كأنها مراتب. لكن إذا صح أو ثابت الإسناد صح العمل باتفاق عند أهل العلم. قال الحافظ بن حجر فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. قال الألباني رحمه الله جل وعلا وهذا التعريف على إيجاز، شوف الشيخ الألباني على إيجازه يعني من العلامة الحافظ بن حجر، حيث قال فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. قال الألباني رحمه الله جل وعلا هذا التعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، هو أصح شيء ورد في الباب. ليه أيها الفضلاء؟ لأنه بين المعنى المراد ووضع الضابط الذي يختلف به الحسن، تعريف الحسن الحسن لذاته والحسن لغيره. مسألة قول الترمذي أثارها العلماء في هذا المبحث، يعني قول الإمام الترمذي عقب الحديث حسن صحيح، أثروها في هذا المبدأ حيث أو في هذا المبحث، حيث أن الترمذي يعني أول من شهر لفظ لفظ الحسن، أول من شهر هذا اللفظ وهذا المصطلح حسن صحيح. للعلماء فيه أقوال أيها الفضلاء حتى يتبين لك أيها الراشد، وتختار يعني ما تعضده الأدلة أو ما يتناسب مع ما ترجح عندك من بيان عند أهل العلم. قال ابن الصلاح إنه إنه برواية إسنادين، يعني حسن لما يقول حسن صحيح فكأنه ورد للإمام الترمذي بإسنادين، الإسناد الأول حسن والإسناد الثاني صحيح، فأشار إليهما بقوله حسن صحيح. هذا قول. والقول الثاني أنهم قالوا إنما أراد بالصحة من حيث الإسناد، يعني بقوله صحيح يعني لما تكلم عن الإسناد فهو صحيح، وبالحسن على المعنى اللغوي للمتن، يعني كلام جميل جدا عمل به أهل العلم، أو كأنه كلام ومتن عظيم، فأشار إلى المعنى اللغوي لكلمة الحسن، يبقى أشار بكلمة صحيح على المعنى الإسنادي، وأشار بكلمة الحسن على المعنى اللغوي لكلمة حسن، يعني المتن حسن. لكن أشار وقد عضد هذا الكلام الشيخ أحمد شاكر في يعني شرح الألفية السيوطي، قال أشار بأنه حسن يرتقي إلى الصحة بطرقه، كأنه قال أن هذا الحديث لم يرد بإسناد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما ورد بعدة أسانيد، وهو مع حسنه لذاته يرتقي إلى درجة الصحة. وهذا أيضا يتطلب البحث عن كل حديث، قد يتوافق حديث بالمعنى الأول، وقد يتوافق حديث على المعنى الثاني، وقد يتوافق حديث على المعنى الثالث، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا المقام وفي هذا المراد. وإذا تقوى عندنا أن قول الترمذي يعتمد على العمل بالحديث عند العلماء، وهذه لفتة يعني أنا استندت إليها نظرا لما ورد لما تطالع يعني الترمذي وسنن الترمذي رحمه الله، تجده دائما يقول هذا العمل
هذا الحديث عمل عليه أكثر أهل العلم، وهذا الحديث لم يعمل عليه أكثر أهل العلم، وهذا الحديث عمل به طائفة، وهذا الحديث لم يعمل به طائفة من العلم قط. فكان يفند إلى طريقة العبد. فهذه فيها إشارة إلى ما قاله شيخنا العلامة أحمد شاكر في مسألة أنه حسن قد يرتقي إلى الصحة، يعني ينظر إلى العمل أيضا من جهة المحدثين. فكأنه ذكر العمل من جهة الفقهاء، ثم ثنى بهذا التعريف الذي وضعه حسن صحيح وغيره بالعمل عند المحدثين. والله أعلم. هذا يعني ما قد جلبته لاستنباط أن قول الإمام أو العلامة أحمد شاكر يعني قد يكون هو المرتقب في النفس، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، لما نأتي إلى مسألة أخرى، وهي من الحديث الحسن، مظان الحديث الحسن. إذا وضح لدينا أن الحسن إما حسن لذاته وإما حسن لغيره، تبين لنا أن من أهم الكتب التي يعني يتداول فيها الحديث الحسن هو سنن أبي داود وجامع الترمذي، وقد أكثر الترمذي رحمه الله جل وعلا من ذكره. طيب، سنن الترمذي وجامع سنن أبي داود وجامع الترمذي فقط؟ لا، ضم إليهم النسائي أيضا ما ذكره فيه جملة من الأحاديث الحسنة، وغيرها طبعا من كتب كمسند أحمد ومسند الدارمي. هذه الحديث هي الحديث بعدها عن الحديث الضعيف. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ أبو عمر. وإياكم شيخنا الحبيب، ربنا يحفظكم يا رب. في أمان الله.